مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار النادي الاهلي اليوميه من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. بعثه الاهلي سافرت اليوم الى الاسكندريه من اجل خوض التدريبات الختاميه هناك على ملعب برج العرب استعدادا لمواجهه يانج افريكانز التنزاني غدا بدور الابطال، وذلك لرغبه الجهاز الفني للاهلي بقياده ياس تراب على خوض التدريبات الختاميه على ملعب المباراه لتعود اللاعبين على ارضيه الملعب قبل مواجهه الغد. الاهلي يسمح لوسائل الاعلام المختلفه بحضور اول 15 دقيقه من تدريبات الفريق اليوم على استاد برج العرب، وذلك وفقا لما وضعه الاتحاد الافريقي لكرة القدم. الاهلي يعلن جاهزيه اشرف بن شرقي لمواجهه يانج افريكانز التنزاني غدا بدور الابطال بعد تعافي اللاعب نهائيا من اصابته بمزق في العضله الخلفيه، لكن هناك مطالب قويه من جانب الجهاز الطبي للاهلي بعدم المجازفه باللاعب والدفع به اساسيا في لقاء يانج افريكانز التنزاني بدور الابطال خوفا من تعرضه لاي انتكاسات طبيه مجددا. وتفضيلات قويه من جانب الجهاز الطبي للاهلي بجلوس اللاعب على مقاعد البدلاء والاستعانه به في بعض الاوقات في شوط المباراه الثاني ليكون ورقه رابحه في اللقاء. الاهلي يبدا مخاطبه نادي كولومبوس كور الامريكي من اجل سداد قيمه القسط الثاني في صفقه انتقال وسام ابو علي لهم خلال فتره الانتقالات الصيفيه الماضيه. ومصدر بالاهلي يؤكد بان قيمه القسط الثاني يصل الى 2 مليون و500 الف دولار، وعلى ان يتبقى 2 مليون دولار اخرى يتم سدادهم في دفعه ثالثه والمحدد لها في شهر يونيو القادم. يوسف بالعمري صفقة الأهلي الجديدة يشكر جماهير الأهلي على الدعم الذي لقاه منذ وصوله للقاهرة، ويطالب الجماهير الأهلوية بمساندة الفريق بالكامل من أجل حصد كل الألقاب معا خلال الفترة القادمة، وإنه متحمس للغاية لرؤية جماهير الأهلي في المباريات القادمة. وكان يتمنى اللعب بجوار محمد أبو تريكة أسطورة كرة القدم المصرية. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتوجه بكل الشكر لدولة المغرب الشقيق على التنظيم المميز لبطولة كأس الأمم الإفريقية وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ويؤكد بأن العلاقة من مصر والمغرب قوية للغاية وهناك حالة من الحب والود بتجمع الشعبين. وأكد أيضا بأن منتخبنا الوطني من أول البطولة كان هدفه الوصول لأبعد مدى في كأس الأمم الإفريقية. ويشكر الكابتن حسام حسن والجهاز الفني بالكامل لمنتخبنا الوطني على ما قدموه في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وإنه لولا معاناة اللاعبين من حالة الإرهاق وضيق الوقت قبل مواجهة السنغال كنا سنرى منتخب مصر في نهائي البطولة. فالجميع قدم بطولة رائعة وكانوا على قدر المسؤولية وعلى قلب رجل واحد ولم يقصر أحد مع المنتخب والكل ظهر بشكل جيد. والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن أثبتوا وطنيتهم وإخلاصهم الشديد لمنتخبنا، ويتمنى لهم كل التوفيق خلال الفترة القادمة. فهو مقتنع جدا بشكل منتخبنا في بطولة كأس الأمم الإفريقية لرؤيته بأن الجميع قدم كل ما يملك مع المنتخب. والهدف المقبل لمنتخبنا الوطني هو الظهور بمستوى يليق باسم وتاريخ مصر في كأس العالم والوصول إلى أفضل نقطة في البطولة. وأكد بأنه سيقدم كل الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين من أجل توفير لهم كل سبل الراحة للظهور بأفضل شكل في المونديال. وهدفنا الوصول لأفضل نقطة في كأس العالم وليس مشاركة مشرفة مثل باقي المشاركات السابقة. الأهلي يختم تدريباته اليوم على استاد برج العرب استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني غدا بدور الأبطال، وهناك حالة من التركيز الكبير من جانب لاعبي الأهلي من أجل تحقيق الفوز على فريق يانج أفريكانز التنزاني غدا للحفاظ على موقف الأهلي في المجموعة. ياس تراب يطالب لاعبي الأهلي بضرورة التركيز واللعب بكل جدية في لقاء يانج أفريكانز التنزاني غدا بدور الأبطال من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد والحصول على ال3 نقاط، ويطالب اللاعبين بعدم الاستهانة بقدرات المنافس واللعب بكل جدية من أجل تحقيق الفوز والابتعاد عن اي سيناريوهات اخرى. ويحذر مدافع الفريق من الاخطاء الساذجه وعدم الاستهانه بقدرات مهاجم المنافس واللعب بمبدا الامان حتى لا يتكرر اي اخطاء مجددا. ويطالب مهاجم الاهلي بضروره استغلال انصاف الفرص التي ستتيح لهم في لقاء الغد من اجل تسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس لتسهيل الفوز باللقاء. ياس تراب المدير الفني للأهلي عقد جلسة خاصة مع ياسر إبراهيم أكد له عن أداء الرجولي مع المنتخب وظهوره بشكل جيد في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويطالب اللاعب بضرورة الاستمرار على هذا النهج واللعب بكل جدية في المباريات القادمة لكونه أهم الركائز الأساسية بالنسبة له في المباريات مع الأهلي، وذلك للرفع من معنويات اللاعب لتقديم أفضل شكل في المباريات القادمة مع الأهلي لمواصلة تألقه خلال الفترة القادمة. قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني غدا بدور الأبطال جاءت كالتالي: محمد الشريف
الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحة وياسين مرعي واحمد رمضان بيكام ومحمد علي بن رمضان وياسر ابراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وجراد الشار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات واشرف بن شرقي وامام عاشور والي ديانج واحمد عيد واحمد السيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر واحمد نبيل كوكا. ويستر يستبعد يوسف بالعمري وعمرو الجزار بسبب عدم تدريب بالعمري مع الاهلي وعدم جاهزية عمرو الجزار حتى الان. ويضم ايضا اشرف بن شرقي العائد من الاصابة مؤخرا ومروان عطية والي ديانج وامام عاشور وتريزيجيه وياسر ابراهيم ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير بعد انتهاء مهمتهم مع منتخباتهم الوطنية. ويستبعد محمد شريف وكريم فؤاد وحمزة علاء وعمر سيد معوض واحمد عبد القادر لاصابات البعض واسباب فنية للبعض الاخر. يستر المدير الفني للاهلي يؤكد بان مواجهه الغد امام يانج افريكانز التنزاني بدور الابطال مواجهه مهمه جدا نظرا لتساوي نقاط الاهلي مع الفريق التنزاني. ويؤكد بان الفوز في لقاء الغد مهم وضروري جدا للحفاظ على وضع الفريق في المجموعه حتى تسير كل الامور على نحو الطريق الصحيح للتاهل للادوار القادمه. ويتمنى بان يظهر الفريق غدا بنفس الحاله اللي كان عليها قبل فتره التوقف الدولي للعوده لطريق الانتصارات مجددا. وانه لم يحظ بالوقت الكافي مع لاعبي الاهلي الدوليين قبل المباراه ولم يخوضوا التدريبات الكافية من أجل الاستعدادات بشكل جيد لمواجهة الغد، لكنه يشعر بأنهم جاهزين لخوض المباراة وتقديم أفضل شكل ممكن من أجل تحقيق الفوز. وسعيد جدا برؤية هؤلاء اللاعبين بالأمس وأثق في قدراتهم على تقديم أفضل شكل مع الأهلي في المباريات القادمة. ويؤكد أيضا بأن غياب أكثر من 17 لاعب عن الأهلي في مباريات الكأس وبطولة كأس الرابطة كان سبب رئيسي في خروج الفريق من بطولة الكأس وكأس الرابطة، خاصة بأننا اعتمدنا على اللاعبين الشباب ولكن اكتشفنا إمكانياتهم من أجل تحديد إمكانية حصولهم على فرصة حقيقية مع الفريق الأول في المباريات. لكن بطولة الكاس وكأس الرابطة ده ماضي وأغلقناه وتركيزنا حاليا على مواجهة الغد أمام يانج أفريكانز التنزاني بدور الأبطال، فدائما تركيزنا بيكون على المستقبل وسنبذل أقصى جهدنا في مواجهة الغد والجميع جاهز لتحقيق الفوز على يانج أفريكانز التنزاني على استاد برج العرب. الصحف الأردنية تؤكد بأن عودة الفخور المرشح بقوة للانضمام للأهلي تلقى عدة عروض مؤخرا من أحد الأندية الأوروبية من أجل الحصول على خدماته. وتؤكد بأن العروض الأوروبية المقدمة للاعب لم تكن بمثل عرض الأهلي الذي يكون أكثر جدية من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية. لكن حتى الآن لم تحسم إدارة الأهلي المصري التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي ويتبقى الاتفاق على باقي بعض الأمور من أجل حسم الصفقة خلال الأيام القادمة. وأن ما تم تداوله في بعض الصحف المصرية حول حسم النادي الأهلي الصفقة بنسبة 99% غير دقيق ولا أساس له من الصحة، فحتى الآن لم يحسم الأهلي التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي مثلما يقال في بعض الصحف المصرية. وما زالت المفاوضات قائمة بين إدارة الناديين ولم يتم الوصول لاتفاق رسمي حتى هذه اللحظة وبانتظار حسم كل الأمور خلال الساعات القادمة. مقترح بالأهلي قوي بعودة حمدي فتحي للفريق مجددا تحسبا لرحيل الي ديانج المحتمل عن الفريق بعد تلقي عرض من نادي فالنسيا الأسباني من أجل الحصول على خدماته، وذلك بعد تألق حمدي فتحي بشكل كبير مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكونه أفضل الخيارات لتدعيم خط الوسط في حال رحيل الي ديانج عن الأهلي، خاصة أيضا وأنه لم يتسبب في أي أزمات بشأن عدد الأجانب المتواجد حاليا بقائمة الفريق. فالبعض داخل الأهلي يرى بأن تواجد حمدي فتحي مع الأهلي سيغني النادي عن بقاء الي ديانج مع الفريق وسيتيح مكان بقائمة الأجانب لحل بعض الأزمات المتواجدة حاليا بشأن عدد الأجانب. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن أخبار الأهلي.